صحابة رسول كم تان باتي رمضان آخر خيستك وما هي موافقهم في هذا الشهر الكريم المبارك مالتو خرا إساني قطما خرا صحابو تاسن صندوق غافتشو قبل ما بين صيام وقيام وتفطير صائم دوبا رمضان نخون صحابة مالتي صوبا إبادة خيس ججبات شراتي سانفتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وموضوع خطبتنا اليوم مع الصحابة في رمضان خطبان كينيا خارانتنا صحابوني ورين اندورا دبران باتي رمضان خيست كم تهن سنجور رأي حاصور أفدم أيها المسلمون لقد أمرنا الله تعالى وأوصانا رسوله صلى الله عليه وسلم بالسير على نهج الصحابة والتماس طريقتهم ربي نعجج نبي اللي ندامي ديمو خرا صحابتا ديمو دا نبي كن يدوبا نترامي والتماس طريقتهم خرا إساني بربادو ونحن في شهر رمضان شهر الصيام أرانتنا باتي رمضان أخي سجرة باتي صومنا نتساءل كيف كان الصحابة في شهر رمضان نقاف الندوبة صحابة الرسول كم تان باتي رمضان أخي ستكم تان جرى قافا وما هي موافقهم في هذا الشهر الكريم المبارك مالتو خرا إساني قطما خرا صحابتا صندوبا غافتشو قبنا فأقول مستعينا بالله تعالى لقد أدرك الصحابة الأبرار الفضل العظيم صحابة رسولان رقبه باتين چالتون تربي برتي كان چالتون إساني رقبه فكان ذلك سبب في اجتهادهم في العبادة ما بين صيام وقيام وتفطير صائم دوبا رمضان نخون صحابة مالتي صوبا إبادة خيس ججبات شراتي سانفتي جدو صومناتي في دابتو في نما صومنا فرسيسو وعطف على الفقراء والمساكين مسكين أفتلؤولو خانتر ما كانوا عليه من اجتهاد لأداء الله لتكون كلمة الله هي العليا إسانا قسم وجه خرا ربي خيذ الجهاد قدر وجه رمضان خنا خيذ التبادة خيست ججبات شرطرا أيها المسلمون فمن الأمور التي حرص عليها الصحابة في رمضان الإفطار مع المساكين أمرين صحابة الرسول إرتي بولولان باتي رمضان خنا خيزت فرسي سورة مسكينة فهذا الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنه ما كان لا يفطر في رمضان إلا مع المساكين عبد الله بن عمر باتي رمضان خنا خيسا مسكين وجه ملئ فرجا ويحافظ ذلك على ذلك باستمرار خنا رت مسكين فرسيسو خنا إن هو رتي فتي خنا دلق
فإذا منع آله أنه لم يتعشى تلك الليلة قاف وري إساه نياتا دوركتن إنما هل كنسن إنما هراتما وهنغنيا نتكتاجر. وكان رضي الله عنه إذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام هقار دوا خدتان تقويسات لفه قود إسا نياتا إسا فوده خناف وقام فاطاه السائل فيرجع وقد أكل آله خنّي في خدتا سنف إيغانا غر ور إسا ديبيا حال ور إسا نياتني جراني وانف فيصبح صائما ولم يأكل شيئا إيغانا نبري صفته واتكله نيان. ولم يكن هذا التصرف من ابن عمر رضي الله عنه ما خاصة بي حال لخون إسا قفامت بل كان هديا وصمتا للصحابة والتابعين في رمضان. وفي ذلك يقول أبو ثور رحمه الله كان رجال من بني عدي يصلون في المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده إن وجد من يأكل معه أكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكل مع الناس وأكل الناس معه. دوبا ورا بني عدي را نتهن أرمتك مسجد صلاة نامني تقولين هنفر إسان را خبا يونا ماركنا ما وجي نياتن يونا من أركين نياتا إساني سنفراني غر مسجد عرفاني نما وجي نياتنا كسترن. وروي عن بعض السلف قوله لأن أدوى 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهون أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. سلفتو ترى وركنا جوجر نما خدن يامي نياتا إسان نياتشسو نياتا إسان جالتا نياتشسو تو غرخي جالتما قبره نما خدن إلمان إسماعيل را بلسوم سورة أكس دلقو تغرخي جالتما والرجو جريج. وكان بعض السلف مثل الحسن وابن مبارك رحمهم الله تعالى يستحب أن يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس ويخدمهم أكن ترى حسن في دبي بن مبارك جاني نجالة نسان نياتشسو أبليين ساني ورسو مناقب وجين تاني سان قدموا رفرد. ومن الأمور التي حرص عليها الصحابة في رمضان قراءة القرآن بالليل والنهار. أمرين ما صحابة الرسول أي رب رولن باتي خنخيدت قرآن قرأوا الأهلكني قويا. فكان حال السلف في العناية بكتاب الله وخصوصا في رمضان حال سلف توتا كتاب ربي ججبات شودا خيساو باتي رمضان خنخذت حالا عجيبا لا يكاد المرء يتصور. حال دوبا نمن تقولين يو حال سنين قبات دجي هندن دينيتك أكستران جج. فكان بعض السلف يختم القرآن في قيام رمضان. سلفتو ترى دوبا ورا نندور دبريرا خندوبا قرآن صدوم قرآن في تجرى دابتها الكني خيست مرة غري ثاني ماس خنترا صد في تجرى منهم الصحابة الجليل. وكان بعضهم يختم القرآن كل يوم مرة غري ثاني ماس غيارت خصدوم قرآن في تجرى منهم الصحابة الجليل ثالث خلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه أكستر دونا مغيارت قرآن في عثمان بن عفان فان. وكان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى 60 ختمة في رمضان. إمام الشافعي
باتي رمضان خنا خيس ترى جهتما قرآن خنا قفت أجن يقرأها في غير صلاة وان صلاة هنتين ملي قراتين إني قرأوا ترى جهتما قفت أجن دوب قرآن صدوم خن ومن أحوالهم في الإقبال على القرآن والتفرغ له أن الذوري رحمه الله كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن زور هقاني في دوبا رمضان خنسين إن دوبا قراءة حديثات في بوتا علمي هندديسي قرآن قفر قرقل جن قرآن قرورت وكان سفيان الثوري رحمه الله إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن سفيان الثوري رمضان هقاني في سيلة إبادة برافراني ديسيت قراءة القرآن الرقرق لجن وان برادر إبادة خيري خانر قرآن خنا كان فرد سيجو قال ابن رجب الحنبلي وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 حديث هجرة خندوب الرادورك قيا سدت قرآن فتو چگدت خنجو حديث ون صندوب خرادورك سن المداومة على ذلك نمه قوك سقروا سنبان ملي فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان يرون قالين تجعلتنا كباتي رمضان أخن وخصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر هل كان ما ليلة القدر وفي الأماكن المفضلة كمكة لمن دخل من خير آلها ويرو تنتين بانني جتو يرو جعلتو خكنا خنا خيدت باتي رمضان خنا فا خيدت يوسي مجويته غيا توكت قرآن خنبوف تتات وغرته حال بريد رمله حال رادور كاتيمت خان الرادور كسون نامه غو ادا غدتبانيت فيستحب الاكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان دوبخ والنجالتمو هدمي سورة قراتي قرآن فا باتي رمضان خنخيس وكان الخشية هي الغالبة عليهم في قراءتهم وذلك طلبا لرد الله صحابة ونكسيت هدو خيري تنافبولو لنيف جالل ربي برباد رف جنة ربي برباد رف ففي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الدري ولا يجتمع خبار في سبيل الله نبينا كنجي إبدان سينو قربان صدار بيجبوي هم آنن قرون خيسة ديبيانت لكين قرار بيخيتت ميلنا ما قبت في دوبا آري جانم وولدتهن قبا منج وعبد الله بن بحيرة عن عبد الله بن عمرو قال لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أتصدق ب1000 دينار أن دوبا إممان صدار بيبوسو غرخي جالتما والله خم دينارا تكو صدقة شرج ومن الأمور التي حرص الصحابة عليها في رمضان قيام ليل رمضان أمرين أما صحابة الرسول الرب لنا باتي رمضان خنا خيستي والنسان الرب لنا دابت الكنيت هي حرص الصحابة على قيام الليل في جماعة في رمضان وبدأ ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تراويح جمع وجه صلاة كل نبي محمد برأي قلمه ففي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد نبي قافتكو نصلاة مسجد خيدت
فصلى بصلاة ناس أرمن هدة صلاة رسولات ثم صلى من القابلة إيغان أماس هلكم فولدرات سكسم صلاة فكسر الصحابة صحابان الدمات ثم اجتمعوا من الليل ليلة الثالثة أو الرابعة هل كان صدفا يوخاو هل كان أفرفا أماس كسم ولقبمن فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قدم باني الرانتنا هنلفد فلما أصبح قال لقد رأيت الذي صنعتكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم أني دوبا دلقاتي سنيز أرك غرخي سن دفر واتكلن ندوركني أني ونني صداد سلاني خن سلاني تراويخ نك جمع وجي سلان خن واجبا نرته لا صداد يا ربي واجبا نرق ودرادلون يجرافين اسن الرافجين وذلك ودل في رمضان وفي هذا برهان واضح على حرص الصحابة رضي الله عنهم على قيام الليل خنون دنو صحابة الرسول أيضا نبولولن دابت الكنيرت خان الرب بولولن جتشونا مغرسيس والانتفاع بتلاوة القرآن التي هي أفضل ما تكون في الصلاة خنون دنو دوبا صحابة الرسول الراهدو فيدة قراتي قرآناتيس قراتي سنو دوبا چالتو دايسين خانا جتشو صحابة الرادوبا وقد تجدد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد حالي خندوبة هاريون فميت تري زبنا عمر بن الخطاب كيست جمعان صلاة كن صلاة هل كني صلاة كن ووذاهم متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل مال تران أرمي نمو خبا بانيت نمو أسما صلاة سنة هل كني خبا صلاة فيصلي بصلاة الرات فقال عمر إني أرى لو اجتمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أفضل خان عمر بن الخطاب مالجي سلان ابن خنون درو إمامة قرر ولك ومني وجي صلاة سرا بريدا رجي فجمعهم إسا ولك بجن أكست إيغس بودا حالا خنا تراني صحابان اتففا والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعمة البدع حالي بريد دون تأما إيغل تندران هفت إيغل تجرخون وابريدا راجيت كست حالا خنا غارم فتي صحابان كست اتففا جچو حالا بريدا خنا رتران ور حالا خنا قبات سناغرو أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون ومن هدي الصحابة في رمضان إطالة صلاة التراويح والقيام قاچلون دوبا صحابة الرسول إرتوران صلاة التراويح ثاني دير فچودا فكان الصحابة رضي الله عنه رضوان الله عليهم لا يقرؤون بآية وآيتين صحابة الرسول آية تقو في آية لما فاوان قران كما يصنع بعض المسلمين أكغرين نما آية مغغبابا فانما قرأي غفتت فقد ورد عن السائب بن يزيد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس في رمضان عمر بن الخطاب نياججين أبي بن كعب في تميم الداري نمان دوب صلاة رمضان خيسة بيد 10 ركعات
ركعة خرطك فكان القارئ يقرأ بالمئتين خان الرادوب ورق روس نجرة آية إبفا قران حتى كنا نعتمد على الأسى هم تكون كينيا إركتت أوليرت من طول القيام رابطة ديرين الرا وما كنا ننصرف إلا في فراخ مع الإمام نرى نم تقولين ديسي بران دي مدوب إمام وجر والنجل وكانوا يعدون ما يقرأ سورة البقرة في 12 ركعة من المخففين نرى نجر نماس غري ثاني خان سورة بقرة قرآن ركعة دوب خرا لما خيست فان عبد الرحمن بن زوري قال ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في شهر رمضان أني دوبا واهن دقم نجي نما تقول له وساني كفار باتي رمضان خنا خيثت أبارو ملي فكان القراء يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات غري ثاني ماس سورة بقرة قرآن ركعة صديخيدت فإذا قام بها القارئ في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف عنه وأن في ابن عمر رضي الله عنه وما قال سمعت ابن أبي مليكة يقول كنت أقوم بالناس في شهر رمضان أنا ننتهي دوبا خن دابر دوباتي رمضان خيسا فأقرأ في الركعات ركعت قرأ الحمد لله فاطر وناوية سورة الفاطر فانقرأ فكاتا سني وما ينبغي أن أحدا أن يستثقل ذلك نما تقول لي وإن أركو خندوب خبابه سنر عدد نبي خبابه ونقر بل ورد أنه كانوا يقومون الليل حتى يتقرب الفجر إنما قريساني خصلا تجر هم فجر دياتت وما كان أحدهم ينتهي من السهور قريساني نما هنگه هرابات اللي رابطن حتى يؤذن للفجر هم مؤذن صلاة فجر تأذانت فأما مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام دوبنتي سنبانا دوب رمضان خيسة دابتها الكنيرة فنستعجل الخدمة بالطعام مخافة الفجر هقا دوبنتي صلاة سنر رابان هم فجر نبه صدان نتكتي هنگس تكتران ججو دابت خيستيس صابر رسولا حالكنا خنطران ورهد دراج جر خسينا سانينا ما أجائب سيبتو اجتهاد هدو قبن هدو ورمضان خنا خيست رمضان نخون قالي تهف يرون تندوب أركچون وان چولي تهف وان غاري تهف أكست حالا خنا قباچو تران نوس ور والنسان چراق اچيس خنا إيمان كثير ربنا آخنو ألا صلوا وسلم ونمرتم بصلاة والسلام عليه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون